ازاي تقدر تدمر دوج ديفنس او الدفاع الهولندي؟ الدفاع الهولندي زي ما احنا عارفين بيتلعب ضد اي بيدق من بيادق الابيض ما عدا بيدق الاي 4. فمثلا لو لعب دي 4 فهو لو لعب كده فاحنا عارفين اللي هو كده هيبدا دوج ديفنس، اللي هو يطلع على الشكل بتاعه اللي هو هيطلع بعد كده بالحصان، وبعد كده يطلع بالبيدق، وبعد كده يطلع بالفيل، وبعد كده يبيت ويطلع بالبيدق ده. فاحنا عارفين اول 6 أو 7 نقلات الاسود هو يعملهم ازاي. ففي طريقتين تقدر تدمر بيهم دوتش ديفنس. الطريقه الاولى وهي للمبتدئين، يعني الناس الطماعه اكتر اللي هي شايفه ان في بدق ببلاش تقدر تاكله وتتقدم عليك بنقطه بس هنجلدها يعني. والطريقه التانية اللي هي اللي انت تقدر تنتشر صح وتتعلم الافتتاحيه بتاعت ان انت تقدر ترد على دوتش ديفنس. تمام، فاحنا هنتكلم الطريقه اللي هي بتاعت المبتدئين اللي هو اول لما يبدا كده، فاحنا عرفنا اللي هو يبدا بالدوتش ديفنس. فاحنا بنلعب اتش 3، فكره الاتش 3 اللي احنا هنطلع بالبدء بتاع الجي 4 بعد كده. فمثلا هو هيطلع بالحصان فاحنا نطلع بالبدء. هو لو كل بدء ببدء واحنا رحنا واكلين وهو كل بالحصان فهو كده وقع في الفخ بتاعنا بنسبه 100%، مش هيقدر يهرب منه. ليه؟ هنروح لاعبين الوزير هنا. وزير هنا عاملين ضغط كبير جدا على بيدا الاتش 7. بيدا الاتش 7 هو اللي يعني اللي هو مش شايفه في كذا طريقه هو هيقدر يحمي بيها البيدا. في حوالي 3 طرق. هو مثلا لو هو فكر اللي هو يلعب الحصان هنا، ساعتها في تضحيه جميله جدا هتحصل، اللي هو احنا هنلعب طابيه هنا. ايا كان هو هياكل بايه، بالطابيه او بالحصان، فاحنا هنروح عاملين له كش مات في الخطوه اللي بعد كده. طيب هو لو ما كلش بالطبيعي هياكل برضه بالحصان، برضه نفس الفكره. تمام. طيب هو لو ما قررش اللي هو يرجع بالحصان عشان يحمي البيدق، علشان انت بعد كده هتاكل بالطبيعه، هو شاف الكلام ده كله وبعد كده هتديله كش بالوزير، فهو شايف كل ده وقال لك تاني خطوه ليه هيحمي بالبيدق. يعني دي اغبى حركه ممكن يعملها. ليه؟ عشان انت برضه هتعمل له كش عن طريق الوزير في جي 6. تمام. طيب تالت حركه هو ممكن يعملها عشان يقدر يدافع عن نفسه في الوضعيه دي، ودي افضل حركه، اللي هو يلعب البيدق في جي 6. بيدق جي 6 هو عارف ان انت عاوز تعمل له كش، وعاوز تعمل له كش مات باي طريقه، ولو كلت طابيه في الوقت ده هياكل طابيه، فاحنا ساعتها برضه هنضحي بالطابيه. هو لو كل احنا هناكل البيدق. هنا مفيش كش، يعني انت شفتها هتقول في كش مات، هنا مفيش كش. ليه؟ عشان هيقدر ساعتها في الوقت ده يقدر يغطي بالطابيه. في الوقت ده انت هتروح واكل الحصان. انت هتقول لي احنا خرجنا ايه مستفيدين من الموضوع دوت، واكل منك طابيه. احنا خرجنا اللي احنا هنبقى انتشارنا هيبقى احسن منه بمراحل. ليه؟ عشان احنا تاني خطوه لينا على طول هنروح لاعبين الوزير هنا، هنعمل ربط للطابية، مش هتقدر تتحرك من مكانها. في الوقت ده هنطلع بالحصان وبعد كده نطلع بالحصان هنا. مثلا هو لو لعب هنا احنا هنلعب كده، هو عاوز يمنع مثلا ويبدأ الانتشار بتاعه عشان يقدر يطلع بالفيل، احنا هنلعب الحصان. في الوقت ده طبعا انت ليه قدامك حركتين، اللي انت تلعب الحصان بتاعك هنا او هنا، بس لو لعبته هنا هيتاكل واحنا هناكل بالبيدق. في الوقت ده برضو احنا هنعمل ضغط اكبر على الاسود عن طريق اللي احنا نبدأ انتشارنا ونطلع بالحصان بتاعنا التاني ونطلع بالفيل، وهيبقى انتشارك احسن منه. هو في الوقت ده هو محشور في النص مش عارف يبيت، ولو بيت في الوضعية دي احنا هناكل الطابية. طيب دي الطريقة اللي هي المبتدئين، وزي ما احنا قلنا للناس الطماعة اكتر، اللي انت تطمعها ببيدق فياكله، واكل تاني فياكل مثلا بالحصان زي ما احنا شرحنا في الوضعية دي. فانت هتقدر تطلع ازاي. طيب الطريقة التانية اللي هي للناس متقدمة اكتر، اللي هي بتنتشر، بتحب تنتشر، ما بتحبش تطمع وتاكل بيدق، وشايفة السيناريو اللي حصل ده كله حصل فيها او هي حللته من اول لما انت لعبت البيدق بتاع ال H3. في الوقت ده يعني وانا انصحك بيها اكتر اللي انت تنتشر صح، تنتشر احسن ما تلعب بيدق ال H3 وتوقعه في الفخ. فانت بدأت اول حركة ليك ولعبت بيدق الدي 4، وهو راح رادد عليك بالبيدق بتاع الاف 5، وهو انت عرفت اللي هو يبدأ انتشار هولندي. ففي الوقت ده انت تروح لاعب بيدق سي 4. بيدق السي 4 عشان
تبدأ تنتشر أحسن وهو يطلع بالحصان. احنا هنروح لاعبين البدأ هنا ليه؟ عشان نطلع الفيل بتاعنا وبعد كده نطلع الحصان ونبدأ ننتشر. فتعال نشوف، هو هيبدأ يلعب البدأ التاني، احنا هنلعب الفيل، هو يلعب الفيل، احنا نطلع بالحصان، هو هيبيت، احنا هنبيت. الوقت ده الوضع هيبقى لو انت حطيته على الانجن هتلاقي اللي انت متقدم عليه بفرق بسيط، يعني 0.3 او 4 بس. اللي انت طبعا انت عارف ان هو هيطلع مثلا بالبدء ده عاوز يسيطر على الوسط، فانت في الوقت ده بتطلع بالحصان، تطلع بالوزير هنا وتبدأ تعمل ضغط اكبر في الوسط بتاعك، وتبدأ تسيطر على اماكن اكتر منه طبعا. فهو في وقت ما يلعب البدء ده انت هتبدأ تنتشر وتبدأ تسيطر احسن منه في الوسط. وده كان الحل التاني للناس اللي هي بتحب تنتشر افضل عشان تقدر تحكم الجيم وتقدر تسيطر اكتر على الجيم. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، انتظروني الفيديو جديد.